ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري التي تعرفه مدن الصحراء المغربية، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها. اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في أرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. كان هذا مقطع من خطاب الملك بمناسبة المسيرة الخضراء الثلاثاء اللي فات، واللي أثار الفضول ديالي فيه هو دعوة جلالة الملك للتنقيب على الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية، أي بمعنى آخر التنقيب عن النفط والمعادن والغاز بالصحراء المغربية، الشيء اللي طرح عندي بزاف التساؤلات. نقصد الملك بالتنقيب عن النفط والمعادن بالصحراء المغربية، واش يقدر يكون النفط في الصحراء المغربية؟ وإلا كان علاش تسنينا هاد الوقت كله عاد قررنا اليوم نبداو التنقيب عليه في هاد المنطقة؟ هاد التساؤلات كلها غنحاولوا نجاوبوا عليها في هاد الفيديو، لكن ما تنساش تدعمنا بواحد ابوني في القناة، جيم وكومونتير الى عجبك الموضوع. في هاد الساعة اللي كتشوف فيها انت هاد الفيديو كاينه تقريبا 35 شركة عالمية للتنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب، البعض منها في مرحلة الدراسة، فيما أن البعض منها غيبدأ مرحلة الاستغلال والإنتاج ابتداء من العام المقبل. حقل الغاز تين درارة بالمنطقة الشرقية بإقليم فيكيك، وحقل أنشوة بالعرائش، وحقل الغاز بقرسيف هي من أبرز حقول الغاز الواعدة بالمغرب، واللي مقبلة حاليا على مرحلة الإنتاج، باستثناء حقل النفط إنزكان اللي مازال في مرحلة الدراسات واللي واقفة عليها شركة أوروبا أويل غاز. الشيء المشترك بين هذه الحقول كلها هو أنها كتركز في شمال المغرب، الشيء اللي خلى معظم الشركات تركز الأبحاث ديالها في هذه المنطقة، وخلى الاهتمام يقل على منطقة الجنوب والصحراء المغربية. لكن مؤخرا مع تطور البنية التحتية اللي شهدته المناطق الجنوبية، بالإضافة لاعتراف أمريكا وإسبانيا بالصحراء المغربية، وكذلك فتح العديد من القنصليات بهذه المنطقة، زاد توجهات الأعين لهذه المنطقة وطرح تساؤل كيفاش أن دول الجوار كلها، الجزائر مالي موريتانيا وليبيا، كلهم عندهم النفط والصحراء المغربية ما يكونش فيها. هذا الشيء تماما اللي فطنت ليه شركة الكيان الصهيوني راسيو بتروليوم سنة 2021، ووقعت اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن من أجل الحصول على الحق الحصري باش تبدا الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في كتلة أطلنطيك الداخلة، بمعنى أن هذه الشركة غتكون هي الوحيدة بدون منافسة اللي كتنقب في سواحل الداخلة بمساحة أكثر من 129 ألف كيلومتر مربع لمدة 8 سنوات وسنتين قابلتين للتمديد. لحدود الساعة متوقع أن هذه الشركة لقت إشارات إيجابية عن وجود حقل بهذه الكتلة، واللي زاد عزز هذه الشكوك هو أن واحد الشركة صهيونية أخرى نيوميد إنرجي وقعت اتفاقية في ديسمبر 2022 مع المكتب الوطني للهيدروكربورات للتنقيب عن الغاز والنفط الطبيعي في سواحل بوجدور بالصحراء المغربية، في إطار عقد مدته 8 ديال السنين. أيضا ماشي هادشي اللي كاين فقط، فسواحل طرفاية حتى هي بدورها غتشهد عملية تنقيب عن النفط، وهاد المرة الشركة الإيطالية انتي ناسيونال هيدروكربوري وقطر للبترول مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن هما اللي غيتكلفوا بعملية تنقيب في سواحل طرفاية. هذا التوجه الكبير واللي من المتوقع يتزاد مستقبلا نحو الصحراء المغربية، بالإضافة لتصريح جلالة الملك في هذا الوقت بالذات كيأكد أن الصحراء المغربية غنية بزاف بالموارد النفطية، وعهد التخلص من التبعية الطاقية قريب، والصحراء المغربية غتكون هي المفتاح. السؤال لكم دابا، واش كتظنوا ان هاد عمليات التنقيب اللي كاينه في الصحراء المغربيه دابا غتكون عندها نتيجه ايجابيه؟ وشنو بان لكم في تصريحات الملك في هاد الوقت بالذات؟ ما تنساوش تخليو لي الاجوبه ديالكم في كومونتير، جيم وتابوناو في القناه الى عجبكم الموضوع.